اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. موضوع حلقتنا النهارده عن المعديه واسماك المعديه. احنا هنروح دلوقتي نجيب مع بعض سمك، بس احنا رحنا الوقت كان متاخر شويه، رحنا على الساعه 10:30. اللي عايز ياكل احلى سمك من المعديه يروح على الساعه 7 بالظبط يكون موجود هناك. الطريق كويس. من اسكندرية لغاية المعدية بالظبط ربع ساعة بالعربية الملاكي، ولو مواصلات نص ساعة. في قطر بيطلع برضو من المنظرة بيوصل لغاية قلب المحطة بتاعة المعدية. المعدية كلها عبارة عن مزادات سمك. حضراتكم شايفين الزحمة اللي موجودة النهاردة، كلها او معظمها عربيات ملاكي، كلها جاية من كل المحافظات علشان تاكل احلى او تاخد احلى سمك من المكان ده. هنشوف دلوقتي التفاصيل كلها والاسعار، وكمان هنشوف اماكن الشوي اللي بتاخد منها السمك من على شط المعدية وتطلع بيه على المحلات ديت عشان تاخد السمك جاهز. اللي قدام حضراتكم ديت المحلات كلها لتجهيز الأسماك. بتاخد حضرتك السمك من الصيادين اللي موجودين في المكان وبتطلع بيه على أي محل من دول. بتشوي، بيعمل سنجاري، بيعمل زيت وليمون، بيقلي، بيعمل سلطات، كل حاجة موجودة في المكان. لو ما انتش حابب تاخد السمك تعمله في البيت ممكن تعمله. لو حضرتك عندك عزومة بيكون اسهل ليك، كل الناس اللي قاعدة دي كلها منتظرة السمك بتاعها يخلص. سمك المعدية حلو جدا وطازة زي ما حضراتكم شايفين. كل الأحجام موجودة، كل الأحجام بتبدأ من أول 30 جنيه لغاية 60 جنيه. نصيحة مني أنا، فاصل جامد جدا مع الصيادين. البوري كانت أسعاره بتتراوح من أول 70 لغاية 90 طبعا. تفاصل مع البياع اللي بتاخده. طبعا أنا لو نزلت هناك ممكن يعملوا معي مشاكل، بس لا، حقيقي فصله 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 في السمك. ده الاخطبوط اللي شايفينه قدام حضراتكم ده كان عامل بالظبط 120 جنيه. هو بينضفه لك من الحبر اللي موجود فيه كله. كاليماري برضو كان ب 120، والكابوريا كانت ب 100. الجمبري طبعا اسعاره متفاوته، بيبدا من اول 300 350 400 لحد 500 جنيه. الاسعار كلها زادت في الاسماك بطريقه رهيبه. البلطي كانت اسعاره متفاوته ما بين ال 30 لغايه ال 60، وممكن تنزل كمان. طبعا حضراتكم شايفين المراكب اللي موجودة في بحيرة المعدية. المراكب دي كلها بتجيب الأسماك زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. وبيبيع الأسماك ديت. على فكرة ممكن تتباع بالشروة، حاجة اسمها الشروة، يعني بتاخد الطبق كله كده بتديله مبلغ فيه أو هو يقول لك مثلا كذا، بتفاصل معاه طبعا وتنزل من سعر السمك، وبتاخده كله على بعضه كده صغير على كبير. صورت لكم بس مقتطفات كده من شغل المعديه. لو عجبكم نوعيه الفيديوهات ديت اكتبوا لي في الكومنتات، وانا هنزل اصور لكم كل فتره واعرفكم الاسعار واعرفكم الاماكن اللي موجوده في المعديه وازاي تشتري السمك الكويس. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وكمان اللايك والشير. الشير يا ريت تعملوا شير كتير جدا للقناه عشان لسه صغيره، عايزين نكبر مع بعض اكتر واكتر بيكم باذن الله. خير بلدنا كتير جدا. الاسعار هناك متفاوتة. هو كان بيقول لي على السمك ده ب60، طبعا نزل ممكن تاخده ب50 كمان. السمك طازة وحلو جدا على فكرة. لو اي حد عنده عزومة هينبسط جدا من المكان ده، او اي حد من المصيفين جاي وعايز يروح ياكل اكلة سمك حلوة باقل التكاليف وباقل الاسعار، يروح المعدية في المكان ده بالظبط. يعني السمك اللي كان موجود قدام حضراتكم ده عامل 35 جنيه، كله على بعضه كده الصغير في قلب الكبير. يلا اشوفكم على خير في جولات كتيرة جدا جاية عن اسكندرية الجميلة وكمان معدية السمك. سلام عليكم.